السلام عليكم أحبابي، كيف نتوما؟ بخير، عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله. اليوم شاركت معكم هاد بحلاوة كتجي رائعة وانتم راكم عارفين، غير أنا بغيت نشاركها معكم والطريقة ديالي وصافي. المهم هنا درت واحد معلقة ديال القرفة، غنزيد عليها سكر ثقيل ومسكة الحرة حيتاش خلطوا مع بعضياتهم. غنخلط النواشف هي الاولى، ضروري من تخلطوا النواشف حتى تندمج مع بعضياتها، ومن بعد ندوزو لحاجه اخرى. هنا كيف ما كتشوفوا راني نخوي داك الكاس مزيان حتى حاجه ما تضيع حنا كنا دائما بحال هكا. المهم كنخلطوا النواشف كيف ما كتشوفوا، نخلطوها مزيان باش تندمج لينا مع بعضياتها. هنا عندي اللوز، نسيت ما قلتوش لكم، غير سمحوا لي وصافي. هنا عندي اللوز مهرمش، سلقته وفسخته وقليته، ومن بعد هرمشته بحال هكا. المهم طحنته، يعني ماشي تخليوه كبير، ما تخليوهش صغير يعني يولي بودره، لا تخليوه غير بحال هكا، يعني يندمج مع بعضيه، يعني مهرمش وصافي، يعني باش تاكلي تنضغي ديك النضغه. هنا درت السكر الاسمر، واخا درت السكر ثقيل، هاد السكر الاسمر زوين ماشي حلو، غير بغيت زعما نقاد الحلاوه وصافي. ونعاود نخلطها مزيان حتى هي باش يدخل معاها. من بعد غندير هنا معلقه كبيره ديال المزهر مقطر، نتا هو نخلطو به مزيان. كاين اللي كيدير هنايا في بلاصه السكر ثقيل كيديروا العسل، اللي بغى يدير شي حاجه اخرى يديرها، اللي بغى يدير السكر، اللي بغى يدير العسل، كلشي ممكن. المهم هنايا كندهن لاباط ديالي بالزبده وشويه زبيده وشويه زويته، كندوب الزبده، من بعد كنرشها في هاد لاباط فيلو. هاد لاباط فيلو شويه حساسه، خاصكم تخدموها بحال البيبي صغيور، يعني حساسه بزاف. كما كتشوفوا واحد القنيات هنايا راه تقطع ليا. المهم غندهنو بالزبده، هذاك ماشي مشكل، غيبقى لتحت. ملي غنرولي لي بودان ديالي غادي تروليوهم بشويه بشويه. وبالنسبه للحجوه ما تقرموش على راسكم عمروا ليكم الحجوه، يعني تعضوا ديك العضه تجيكم هي هذيك. المهم كيف ما كتشوفوا النار كنعمر، من بعد كتروليو لي بودا ديالكم بشويه بشويه، حيت حساس بزاف، يعني بشويه بشويه، يعني باش يجيكم داك اللويه هي هذيك. ايوا بقاو معايا كيف ما كتشوفوا هنا راني كنرولي فيهم. وهنايا نسيت مصورتش لكم المقطع اللي دوبت فيه الزبده عاود وفيه زبيده وزويته. كندهنوا لاباط عاوتاني، هاد اللي غولو هادو كندهنوهم. واهم حاجه في هاد البحلاوه، ضروري ما تقطعوها قبل ما طيبوها، ضروري ضروري، حيت شي ملي كتقطعيها كتسهل عليك انك ملي تخرجيها من الفران تكوني هذاك، حيت ملي
تكرمل كتجي شويه كتبقى تخربق من تقطعها. المهم هذا هو السر ديالها باش كتطلع زوينه. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا راه كمشتهم هكا باش يجي المنظر ديالها زوين، يعني هكا كتبقاو تجمعوا 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 حتى كيولي هكا مكمش. من بعد كتزيروهم على بعضياتهم. هنا راه اللاطه عندي كبيره ومع ذلك راه تبارك الله تصيروا ليا، يعني ما احتاجيتش نحتاج شي لاطه مزيره. وفي هاد الاثناء هادي كنكون انايا سخنت شويه الفران ديالي، ما يكونش سخون ما يكونش عاوتاني بارد، المهم يكون ما بين وبين باش ملي تحطها تطيب على خاطرها. ومن بعد كنعاود ندهنهم واحد شويه الجهه اللي ما مدهوناش كتبان ليا. ايوا صافي ندخلوها الفران ديك الساعه نبقاو معاك. هنا تخرجتها من الفران. اون فوا تخرجيها من الفران خاصك ديري ليها العسل، اي عسل. كاين اللي كيدير القطره وكاين اللي كيدير العسل. انا درت هاد المره العسل، يعني الصراحه كتجي رائعه. ضروري ضروري اون فوا تخرج من الفران نيشان خاصكم ديروا لها العسل باش كتشربها محدا هي سخونه، وكيسهل عليكم انها تعسل، يعني سخونه دغيا كيدخل معها العسل. ايوا تبقاو على خير، وكنتمنى يعجبكم فيديو تعجبكم بقلاوه ديالي وقبلوا عليها. راه عادي يعني انا كنشارك معكم اي حاجه كيف ما هي كنشاركها معكم. وعيدكم مبارك سعيد، تعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي باش ما كتمناو. وبالنسبه للناس الجدادين مرحبا بكم والف الف مرحبا. وما تنساوش اللايك وكومونتير، ودابا تبديو حاجه جميله نسيتيها، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله وصحابكم يا رب. تهلاو فراسكم.